بالك على ده مدرب درجة تانية جايبينه يدرب منتخب مصر. بعد أعضاء مجلس الإدارة راح الجوزيه عشان يجي يمسك الفرقة قبل البطولة بأسبوع أو ب10 أيام. 12 أكتوبر 2004 الاتحاد المصري بيقيل ماركو تارديلي المدرب الإيطالي بعد موقف مصر في تصفيات كأس العالم 2006 بقى شبه ميؤوس منه. بعد 16 يوم بس يوم 28 أكتوبر 2004 عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد وقتها بيعلن تعيين حسن شحاتة مدير فني مؤقت يعني الاتحاد نفسه حتى ما كانش متأكد. العقد المؤقت ده فضل قائم لحد 13 يناير 2005 يعني تقريبا 3 شهور لحد ما تحول لتعاقد نهائي، وده بعد ما الاتحاد كان اصلا بيفكر يجيب مانويل جوزيه من الاهلي. وبعدين عينك ما تشوف الا النور، ضرب في افريقيا كلها. 2006 مصر بتاخد كاس الامم الافريقيه على ارضها، و2008 بتاخدها من قلب غانا، و2010 من انجولا بتاخدها للمره الثالثه على التوالي. حاجه ما حصلتش قبل كده في تاريخ القاره ولا حصلت بعد كده لحد دلوقتي. وبعد كده التخبطات بدات. إقالة حسن شحات ثم تعيين بوب برادلي الأمريكاني، وبعدين قلنا لا ما ينفعناش غير المصري فجبنا شوقي غريب، بعدين جبنا هيكتور كوبر الأرجنتيني وخفير أجير المكسيكي وحسام بدري المصري، كارلوس كيروش البرتغالي وإيهاب جلال المصري وروي فيتوريا البرتغالي. 8 مدربين في 12 سنة ولا واحد فيهم قرر اللي عمله حسن شحاتة. فالنهاردة جايين نحل معضلة المدرب الوطني ونفهم سر نجاحه، وهل هو فعلا الأقدر إنه يتولى قيادة المنتخب ولا كل اللي حصل كان مجرد صدفة. وما لقيتش حد يقدم الحلقة دي معايا أفضل من صديقي الرائع شرنوبي، فركز معايا يا صديقي. خليني اخدك من ايدك واقول لك معلومه هي اللي فتحت فكره الحلقه دي من الاساس. على مدار 22 نسخه من كاس العالم شفنا كل حاجه ممكن تتخيلها، لاعب بيسجل لفرقتين مختلفتين في نفس المباراه النهائيه، ولاعب من الاربعينات، وشفنا اخين لعبوا ضد بعض كاس العالم، وشفنا لاعب لعب لمنتخبين مختلفين. يعني صدقني في المونديال كل سيناريو غريب او نادر او شبه مستحيل حصل قبل كده، بس في رقم قياسي واحد بس من كل الغرائب اللي انت سمعتها دي لسه ما اتكسرش، مدرب اجنبي يفوز بكاس العالم. وفي الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي ده مدربين ممكن يكسروا الرقم ده، توخيل مع انجلترا. بس لو شلنا كاس العالم من المعادله دي هنلاقي ان المدرب الاجنبي نجح مع المنتخبات في بعض الحالات. ولو رحنا لليورو وسط 17 نسخه اتلعبت على مدار 64 سنه قدر مدرب واحد بس يكسر القاعده دي، واللي قدر فيها المدرب الالماني اوتو ريهاجل يفوز بالنسخه الوحيده مع منتخب اليونان في 2004، يعني حاله واحده بس في التاريخ. ولو رحنا كوبا امريكا اقدم بطوله قاريه في تاريخ كره القدم وعلى مدار 48 نسخه اتلعبت من 1916، هنلاقي ان هنا الصوره مختلفه. في حالات كتير لاجانب قدروا ينجحوا فعلا، مدرب برازيلي قاد بوليفيا و2 ارجنتين قدروا يقودوا تشيلي وفازوا معاهم مرتين. بس انا عايزك تلاحظ حاجه، الارجنتين قدرت تفوز ب17 كاس والاوروجواي ب15 والبرازيل ب9، يعني 40 كاس من اصل 48 اللي راحت ل3 دول بس وكلهم لمدربين وطنيين. يعني برضو القصه بعيده. ولو جينا بقى لبيتنا افريقيا فمن 57 لحد 2025 اتلعبت 35 نسخه، المدربين الاجانب قدروا يفوزوا بحوالي نص البطولات دي. يعني في افريقيا الصوره مختلفه شويه، المدربين الاجانب قدروا ينجحوا عندنا. ولو جينا بصينا على الدنيا منتخب مصر عندنا القاره وصاحب 7 بطولات افريقيا، هتلاقي ان 2 منهم لمدربين اجانب، سنه 59 مع الهنغاري بالتي توكش، او 86 مع الويلزي مايك سميث، والخمسه التانيين كلهم كانوا مع مدربين مصريين. ومن سنه 86 يعني من حوالي 40 سنه لحد دلوقتي اتعين اكتر من 11 مدرب اجنبي على منتخب مصر، سواء تارديلي او كوبر او اجيرا او كيروش او فيتوريا، واحد ورا التاني. والانجازات اللي حصلت في النص كانت كلها على ايد مدربين مصريين، سواء 98 مع الجنرال محمود الجوهري او مع المعلم حسن شحاته في الثلاثيه التاريخيه. طب ليه حصل كده؟ ده السؤال اللي زاك هيجاوبك عليه. في يونيو 2026 نشرت جامعة إراسموس روتردام دراسة بعنوان هل تزداد فرص المنتخبات في الفوز بكأس العالم عندما يقودها مدرب أجنبي؟ وللوهلة الأولى الإجابة كانت صادمة، لأن الباحثين بدأوا الدراسة بملاحظة غريبة جدا. في كأس العالم 2026 27 منتخب من أصل 48 دخلوا البطولة بقيادة مدرب أجنبي، يعني ده أكتر من نصف المنتخبات تقريبا قررت إنها تسيب تدريب منتخبها لشخص من بلد تانية. وده يخلينا نسأل، لو المدرب الوطني هو الأفضل فعلا ليه كل المنتخبات دي بتستعين بمدربين أجانب؟ عشان يجاوبوا على السؤال ده الباحثان إنريكو بينجز وتوماس بيترز رجعوا بالزمن ودرسوا نتائج المنتخبات خلال 35 سنة كاملة من سنة 1980 لحد سنة 2015، لكن ما اعتمدوش على عدد البطولات أو عدد مرات الفوز. استخدموا نظام اسمه الإيلو ريتنج، وده نظام بيقيس قوة المنتخب بشكل أدق، لأن الفوز على منتخب قوي مش زي الفوز على منتخب ضعيف. يعني لو منتخب مصر لاعب زيمبابوي وفاز
وفاز عليه، مش زي لو لاعب نيجيريا وفاز عليها. ومن خلال التصنيف ده قدروا يحددوا الدول اللي بتمتلك اكبر مخزون كروي او الفوتبول نوليدج، اللي مش بس بتنتج لاعبين كبار، لا كمان بتنتج مدارس تدريبيه ناجحه. كان على راس القائمه دي فرنسا واسبانيا والمانيا وهولندا والبرازيل. وبعد كده بداوا يقارنوا هل المنتخبات اللي بتستعين بمدربين جايين من المدارس الكرويه دي تحقق نتائج افضل، والاجابه كانت نعم، لكن مش للاسباب اللي ممكن تتخيلها. السبب مش ان المدرب اجنبي ولا لان عنده جنسيه مختلفه، لكن لانه جاي من بيئه كرويه ناجحه. يعني لما مدرب اسباني يروح يدرب منتخب تاني، هو مش بس بياخد معاه خطه ال4-3-3 وبس، هو بينقل معاه طريقه التدريب واسلوب الاداره وطريقه اعداد اللاعبين، واحيانا حتى الجهاز الفني بالكامل. يعني بينقل ثقافه كرويه كامله من بلد لبلد. لكن الدراسه اكتشفت حاجه اهم من كده، قالت ان نقل الخبره وحدها مش كفايه، لان افضل نتائج المدربين الاجانب كانت لما يكون في تقارب ثقافي بينهم وبين البلد اللي بيدربوها، مثلا لغه مشتركه، تاريخ مشترك، او حتى ثقافه متقاربه. وده بيسهل التواصل وبيبني الثقه بشكل اسرع. عشان كده مثلا لقينا بلجيكا وهايتي استعانوا بمدربين فرنسيين، كوراساو بمدرب بولندي، وفي امريكا الجنوبيه هنلاقي مدربين ارجنتينيين نجحوا مع منتخبات مجاوره. يعني حتى لما الاتحادات بتختار مدرب اجنبي، هي غالبا بتحاول تختار واحد قريب منها ثقافيا، مش اي اسم كبير وخلاص. وبعد كل النتائج دي وصل الباحثين لخلاصه مهمه جدا، ان النجاح لا تحدده جنسيه المدرب، لكن تحدده 3 عوامل. اولا جوده المدارس الكرويه اللي خرج منها، ثانيا قدرته على نقل خبراته وتنظيمه للمنتخب، وثالثا ويمكن ده الاهم قدرته على فهم ثقافه البلد والاندماج فيها. وهنا بدات افكر في مصر، لان لو كل الكلام ده صحيح تبقى تقول لي يا زيكو ليه ما نجحش مع مصر من 86 لحد النهارده غير مدربين والاتنين مصريين؟ واقصد بالنجاح هي ترجمه النجاح لبطولات، اللي هم الجوهري ببطوله 98 وحسن شحاته بالثلاثيه التاريخيه. هنا شرنوبي هيجاوبك. بعد الكلام ده كله فضل سؤال واحد بس يجي في دماغي، لو كانت الدراسه دي بتقول ان النجاح مش مرتبط بجنسيه المدرب، وان المدرب الاجنبي ممكن ينجح لو نقل خبرته وفهم ثقافه البلد، يبقى ليه الوضع مختلف مع منتخب مصر؟ ليه بعد اخر لقب مع مدرب اجنبي سنه 86 مصر جربت مدربين كتير وما قدروش ينجحوا رغم اختلاف مدارسهم الكرويه وخبره بعضهم في اكبر بطولات العالم، ومن بعد 86 ولا واحد منهم قدر يعيد كاس افريقيا لمنتخب مصر؟ فهل ده معناه ان المدرب المصري افضل من المدرب الاجنبي؟ في الحقيقه لا، وده تقريبا نفس الاستنتاج اللي وصلته الدراسه قالت ان المدرب الاجنبي يقدر ينجح لو حقق الشرطين دول. الاول انه يكون جاي من مدرسه كرويه قويه فيقدر ينقل خبره وتنظيم وثقافه احترافيه جديده، وده كان موجود عند بعض المدربين اللي اشتغلوا في مصر. لكن الشرط الثاني كان هو الاهم، التقارب الثقافي. يعني المدرب يقدر يفهم عقليه اللعيبه ويعرف يتعامل مع الاعلام ويستوعب ضغط الجماهير. والضغط الجماهيري هنا في مصر مختلف، لان المنتخبات مش زي الانديه، مفيش وقت كافي عشان تقدر تبني علاقه مع اللعيبه على مدار موسم كامل. انت عندك ايام قليله بس تقدر من خلالها تكسب ثقه 26 لاعب وتوحدهم ورا فكره واحده. وهنا كانت افضليه الجوهري وحسن شحاته. الجوهري ما كانش محتاج يتعرف على شخصيه اللاعب المصري، هو كان عارفها، ولا حسن شحاته كان محتاج يفهم ضغط الجمهور، هو نفسه عاش كلاعب ومدرب. الاثنين عارفين يعني ايه ضغط جمهور، عارفين ايه مشاكل اللعيبه، وعارفين يتكلموا بلغه اللعيبه، عارفين امتى يشدوا وامتى يهدوا وامتى يقولوا الكلمه اللي تغير مباراه كامله. عشان كده يمكن السر ما كانش انهم مصريين، السر انهم كانوا عارفين طبيعه اللاعب المصري. لكن في المقابل كان في مدربين وطنيين لم ينجحوا ايضا، زي شوقي غريب وايهاب جلال رحمه الله عليه. ولو كانت الجنسيه وحدها كافيه لتحقيق النجاح كان المفروض اي مدرب مصري يمسك المنتخب يحقق بطوله، لكن ده ما حصلش. وفي الحقيقه دي نتيجه بتدعم الدراسه اكتر ما بتنفيها، لان الدراسه ما قالتش ان المدرب الوطني هو الافضل، قالت ان النجاح بيجي لما يجتمع عاملين هما الكفاءه وفهم البيئه. والعاملين دول يمكن هما اللي بنشوفهم النهارده في تجربه حسام حسن. لاول مره من سنين المنتخب بيقوده مدرب عاش كل تفاصيل الكره المصريه، لعب فيها ودرب فيها وعارف شخصيه اللاعب المصري، عارف يعني ايه تلعب قدام 80,000 متفرج في القاهره، عارف يعني ايه ان الضغط في مصر مش طبيعي، عارف يعني ان اتحاد الكوره ممكن يديك تارجت يقول لك فرح المصريين، يعني اعمل ايه؟ وده ضغط مش اي مدرب اجنبي هيستوعبه من اول يوم. لكن هل ده معناه انه حسام حسن نجح او هينجح؟ الاجابه لسه محدش يعرفها، لان اللي صنع اسطوره الجوهري مش جنسيته، واللي صنع انجاز حسن شحاته مش انه مصري، اللي صنعهم انهم امتلكوا الكفاءه وفي نفس الوقت فهموا مصر. ولو قدر حسام حسن يجمع بين الاتنين فيمكن بعد سنين لما حد يعمل حلقه عن سر نجاح المدرب الوطني هيبدا باسم حسام حسن. وفي النهايه اعتقد ان احنا لقينا الاجابه، المدرب الوطني مش افضل لانه وطني، والمدرب الاجنبي مش اسوأ لانه اجنبي، لكن طبيعه تدريب المنتخبات مختلفه، وقت قليل، ضغط جماهيري رهيب، وشعب كامل مستني منك تفرحه. وفي الظروف دي قد تكون افضليه فهم البلد اهم من اي فكره تكتيكيه. وده يمكن يفسر ليه الجوهري نجح، وليه حسن شحاته صنع التاريخ، وليه الجماهير لحد النهارده كل ما
المنتخب يتعثر طالب بمدرب وطني. لكن في النهاية لا الجوهري نجح لأنه مصري فقط، ولا حسن شحاتة حصد 3 بطولات لمجرد أنه مصري، ولا أي مدرب أجنبي فشل لأنه أجنبي. نجاح في كرة القدم زي أي نجاح في الدنيا بيحتاج كفاءة وشخصية وخبرة، ولما بيجتمع كل ده مع شخص فاهم البلد ساعتها قد يولد مدرب يكتب اسمه في التاريخ. والسؤال الأيام هتجاوب عليه مش احنا. هل يكون حسام حسن هو الاسم التالي في القائمة؟ ولو وصلت لحد هنا فأشكرك جدا على وقتك، ولو عجبك ما تنساش تدعم القناتين بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس، وهستناك في التعليقات تقول لي رأيك. هل فعلا المدرب الوطني هو الأنسب لقيادة منتخب مصر، ولا الكفاءة أهم من أي جنسية؟ وبس كده، السلام عليكم.